ليش لهجتنا بتكسر على مصري؟ الإجابة باختصار، واحد، مربيتنا واللي كانت في مقام أمنا الله يجزاها خير ويغفر لها ويرحمها، واللي توفت قبل كم شهر كانت مصرية من طنطا، فلذلك اللهجة تأثرت عندنا. ده العيلة اللي عندهم مربية فلبينية عيالهم لسانهم بيقلب لغة تانية وبيصيروا بيتكلموا انجلش، فما بالك لو كانت مربيتك لغتها عربية مع اختلاف اللهجة. اثنين، مدرسة المنارات بنسبة 99% المدرسين كانوا فيها مصريين الله يجزاهم خير، وزي ما مدارس الانترناشونال بتتخرج منها متقن اللغة الإنجليزية أو الأنجليش، فالمنارات بتتخرج منها متقن اللهجة المصرية. ولو تعرف أحد كان بيدرس في المنارات طول عمره، بس روح ارمي له كلمتين مصري، قول له ازيك يا باشا، هتلاقي لسانه تلقائيا انقلب على إذاعة القاهرة. ثلاثة، المهندسين اللي كانوا في مكتب أبويا مصريين، فبالتالي بيئتي من بيت لمدرسة المكتب أبويا واللي هو كان المتنفس حقنا في قبة، البيئة كلها مصريين الله يجزاهم خير. أربعة، جدي والد أمي السيد عباس حيدر مشيخ الله يرحمه كان يشتغل في السفارة السعودية في القاهرة، فأمي وخالاتي وخوالي عاشوا طفولتهم أو 3/4 حياتهم في مصر، وإلى يومنا هذا إذا اجتمعوا خوالي وخالاتي وبدأ المزح والأنس والفرفشة، فعلى طول اللسان حينقلب على إذاعة كوكب الشرق. وهنا نيجي لرقم 5 واللي هو ليه مصر هي خالتي، عشان جدتي أمي السيدة سرة حمزة بفقي، واللي كان أغلب وقتها مقيمة في شارع الملك عبد العزيز منطقة المنيل، فأبوي الله يجزاه خير من عام 88 ميلادي لعام 99 كان في كل أجازة بيشحننا ويرسلنا على مصر.